السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين في أتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا الروتين ديال اليوم. اليوم إن شاء الله مع فيديو جديد، روتين جديد ونهار جديد. غادي نشارك معكم من الصباح حتى العشية، وكنبغي نرحب بكاع الأخوات الجداد اللي انضموا للقناة. كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم. شكرا لكم بزاف بزاف حيت وصلتوني ل 25 كا. كنشكركم بزاف اخواتي الغاليات. ما بقى والو ان شاء الله ونوصلوا 30 كا. كنبغي نقول للاخوات اللي مازال ما مشتركينش اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد وباش نزيدوا نكبروا هذه الاسره الصغيره. كنشكركم بزاف كاع الاخوات اللي كيخليو لي شي تعليق زوين. شكرا لكم من القلب الخالص. واليوم ان شاء الله بديتو معكم من الصباح. كيف كتلاحظوا معايا هنا راني فقت بكري، يعني مع شي 9 ولا شي 9 ونص، وليداتي باقيين ناعسين. فقت بكري انا الاولى. انا قلت ندوز نحضر واحد المسمنه اللي كتجي زوينه زوينه بزاف غير في الفران، نحضرها هكا للكوتي ديال العشيه. قلت نحضرها في الصباحيه الاولى حتى يفيقوا وليداتي عاد ندوز باش نحضروا الفطور ونفطروا كاملين مجموعين. غادي نحتاج 2 زلايف ونص ديال الدقيق الفورس. انا غادي نزيد زلافه ديال الدقيق ديال الفينو. انا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد واحد 2 معالق صغار ديال السكر، ممكن تعوضوه بالعسل غير باش كيعطينا هكا واحد اللون وواحد التحميره اللي زوينه. وغادي نزيد هنايا كيس من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام، غير كيس واحد. ما كنستعملوش اخواتي نهائيا الخميره ديال العجينه في الملاوي ديالنا باش ما كيختمروش لينا. كيف كتعرفوا دابا الجو ساخن، فكنكتفي فقط غير بالخماره ديال الحلوى. صافي وغادي نبدا نجمع هنايا بالماء الدافي. غادي نعبر هنا بالزلافه، كنضيف الزلافه الاولى هكا يعني شويه بشويه وانا كنجمع العجينه. نتوما الا كانت عندكم العجانه غيكون افضل، يعني العجانه كتكون زوينه وعمليه. الصراحه العجانه شي حاجه اللي زوينه تكون عندك في المنزل. واخا الثمن ديالها شويش طالع، ولكن شي حاجه اللي كتنفع. هكا العجينه، الملاوي، الخبز كتسرع وايضا كتختصر عليك الوقت. عندي هاد الفكره هذه باغا ناخذها ان شاء الله. صافي هنا كنتحصل عليها بهذا الشكل هذا. كنديها ونجيبها غير واحد شويه. انا اخواتي غنشارك معكم واحد الطريقه اللي زوينه بزاف. انا العجينه ما كندلكاش نهائيا، ما كندير فيها حتى شي تعب اولا شي مجهود، فقط غير كنجمعها هكا شويه وكناخذ البلاستيكه كندهنها بشويه ديال الزيت، يعني بحال غير واحد القطيره، وكنوضع فيها العجينه وكنخليها تقريبا واحد 5 دقائق. صافي بهذه الطريقه هذيك العجينه كتطلق نفسها بنفسها. نتوما ما كديروا فيها حتى شي تعب وحتى شي مجهود. فهاد الطريقه هذه ديال البلاستيك خليوها على جنب ودوزوا تقضوا هكا شي شغله عندكم اولا الحشوه اللي غادي تحضروا، وخليوها حتى تسالي. وملي كترجعوا لها كتلقاوها يعني تلقات لكم العجينه ولات يعني مدلوكه بحال نتوما دلكتوها بيديكم، وهي فقط غير خليناها في البلاستيك. صافي هنا كنوريكم الزلافه الثانيه راه ما ضفتهاش كامله، تبقى ليا منها فقط هزات يعني هزيت منها غير واحد شويه. غادي ندوز هنايا للحشوه اللي غادي نحتاج. خديت واحد المقيله شلطت فيها هكا 2 حبات ديال البصله اللي تيكونوا كبار، شلطتهم هكا المربعات وكنضيف عليهم شويه ديال الزيت وكنخلي البصله ديالي حتى كتشحر ليا مزيان وكتنزل. هنا من بعد ما كتشحر ليا البصيله كنزيد هنا الفلافل الالوان. عندي الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء والفلفله الخضراء، كنقطعهم هكا المربعات ايضا وكنزيدهم على البصيله ديالي. كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان على عافيه اللي كتكون مهيله. بالنسبه اخواتي الفلفله لا مكنتوش كتبغيوها ممكن تستغنيو عليها. دائما الحشوه كتبقى اختياريه وعلى حسب الرغبه ديالكم وشنو كتبغيو. ممكن تستعملوا اي حاجه اي نوع من الخضر كان متوفر عندكم في البيت. صافي هنا كنخلطها بيناتهم وغادي نزيد هكا تقريبا واحد 2 حبات ديال الجزر. انا خديت غير 2 حبات بشرتهم هكا باش تجي رقيقه، وغادي نضيفهم. وهنا غادي نزيد التوابل اللي هي بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملح، الخرقوم والابزار والتحميره شويه شويه من كل حاجه. صافي هادو هما التوابل اللي كنحتاج، وغادي نخلط كلشي مزيان ونخلي الخضيره ديالي حتى كتشحر ليا. هنا غنزيد واحد شويه ديال صلصه الطماطم كانت بقات ليا في الثلاجه، قلت نزيدها على هاد الخضيره هذه باش كتطلق ليا واحد اللون زوين. وهنا كاضافه اخيره غادي نضيف قطع ديال الديك الرومي هكا اللي تيكونوا مقطعين طريفات صغار. ممكن تعوضوه بالكفته او لا بصدر الدجاج او لا بالطون او لا الكاشير محكوك اللي بغيتو.
ممكن نزيدو حتى الزيتون مقطع او الصلصه الحاره بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الحار. دائما الحشوه اختياريه. صافي وغادي نخلي لدان ديالي حتى كيطيب مع الخضيره مع التحريك، وغادي ندوز العجينه ديالي من بعد ما كتكون طلقات. هنا كنوريكم كي ولات مطاطيه، يعني كتولي بحال العلكه. الطريقه هاد البلاستيك زوينه بزاف، دالكه نفسها بنفسها. ندوز هنا باش غادي ندهن سطح العمل ديالي بالقليل من الزيت، وكنشكل هكا كويرات تيكونوا شويه كبار، ما كيكونوش صغيورين لان اليوم مستعملين مسمنه كبيره. هكا غادي نشكل تقريبا واحد 4 او 5 تيكونوا كبار كيف كتلاحظوا. وبالنسبه للمسمنه التاليه او الاخيره غادي نخليها شويه كبيره، لان هي فاش غادي نجمع هاد المليويات كاملين كنخليوها كبيره واحد شويه. صافي غادي ندوز هنا نجمعهم كاملين في هاد القصريه هادي. هنا تحصلت على 5، 4 هكا شويه كبار، والخمسه كتكون زايده عليهم واحد شويه، لان كيف قلت لكم هي التاليه هي فاش غادي نجمع المليويات ديالي كاملين. غادي نغطيهم وكنخليهم تقريبا 2 دقائق فين كيرتاحوا باش كيسهل عليا انني نطلقهم. هنا كندوز ناخذ اول كره، كندهن دائما سطح العمل بشويه ديال الزيت، وغادي نطلقها حتى كيبدا يبان ليا سطح العمل. يعني كنحاول هكا كنجبد العجينه ديالي حتى كنتحصل عليها شفافه ورقيقه، باش البسمنه ديالكم ما كتجيش هكا يعني غليظه او لا فيها البابه من الداخل. وكندوز كنوضع هكا الحشوه، كنوزعها هكا بهذه الطريقه بعد ما كتكون حتى هي بردات واحد شويه. صافي وكنجمع بالطريقه العاديه هكا على شكل مربع، وغادي ندوز نوضعو هكا في الجنيب، وغندوز الكره الثانيه حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه. غير هو اخواتي ركزوا، يعني ضروري ما ترقوا هكا العجينه ديالكم، واخا تلاحظوا انها تقطعت ماشي مشكل، المهم هو انكم يعني ترقوها باش كتحصلوا على الملويه هذه باش كتجيكم هذه الملويه هذه مورقه. وكنوضع الحشوه ايضا بنفس الطريقه. كندوز ديك الاولى اللي كنت شكلت قبيله، كنوضعها هكا في الوسط كيف ما موضح، وكنطوي عليها المسمنه ديالي بهذه الطريقه على شكل مربع. صافي غنوضع على جنب وكنستمر هكا، يعني كنوضع وحده في وسط وحده. كندوز للثالثه حتى هي غنطلقها بنفس الطريقه، كنوضع الحشوه وكنوضع داك المربع الاول في الوسط، يعني كنستمر بنفس الطريقه. هنا هاد اخواتي هاد المسمنه هذه قلت نحضرها في الصباح حسن، باش هكا ملي كيجي العشيه يعني وقيته ديال الكاسكروط غنلقاها واجده بلا ما عاد غادي نفكر شنو غندير ليهم. الصراحه الفياق بكري شي حاجه اللي زوينه، كتفيقي بكري هكا كتقضي شغلك كاملين في الصباح بكري، كتبقى لك العشيه خاويه كتجلسي فيها كترتاحي فيها، يعني كتاخدي فيها راحتك، كتشوفي هكا وليداتك شنو خاصهم. يعني حسن ما كتصبحوا ناعسين هكاك ما كتعرفوا شنو ديروا، يعني كتبقاو ناعسين حتى 12 او لا 11 ونص في وسط النهار. صافي كيتخربق لكم البروغرام، ما كتعرفوا ما ديروا، يعني النهار صافي دغيا كيدوز. ما كتجي العشيه حتى كتلقاك يعني مازال واقفه في الكوزينه ومازال كتقضي شغالك، ماشي بحال كتفيقي في الصباح بكري شويه كتقضي هكا الشغل ديالك كاملين في الصباح، وكتجي العشيه كتكوني ساليتي صافي كتجلسي ترتاحي. الا كنتي هكا غادي الا كنا هكا كنخرجوا في العشيه كاسكروط كديريه شويه بكري. بالنسبه اخواتي هاد المسمنه هذه ممكن تحضروها حتى للفطور مع بريد اتاي كتجي يا سلام، اولا هكا تحضروها للعشاء الغداء، حتى الغداء راه كتصلح لانها معمره. ترافقوا هكا غير بشي شليضه او هكا شي طبيصل ديال الفريت شي عويصير صافي. كيف كتعرفوا دابا الصهد الحراره كنبغيو ناكلوا شي حاجه اللي خفيفه وبارده، حتى الشهيه ديال الماكله الصراحه كتمشي لنا مع هذا الصهد هذا، كنبغيو غير المبردات. حتى الغديوه ديال اليوم ان شاء الله اللي غنشارك معكم غنشارك معكم واحد الغديوه اللي ساهله وبسيطه وما كتاخذش لنا اليد والوقت، وايضا هكا صيفيه غديوه يعني ديال الصيف. صافي هنا اخواتي من بعد ما ساليت المسمنه التاليه اللي قلت لكم خليت كبيره كنطلقها بنفس الطريقه. هنا كيف كتلاحظوا اخذت لي المساحه ديال الرخامه كامله، طلقتها مزيان. كان هنا هكا بشويه ديال الحشوه اللي تبقات ليا صافي، وغادي ندوز نوضع فيها ديك المسمنات كاملين ب4.
باش انا هكا بغيت هاد البسمنه هادي نحضرها شويه في الصباح بكري، لان شويه كتاخذ الوقت. غادي نغطيها بالبلاستيكه ونخليها تقريبا غير واحد شويه ماشي بزاف، غير كترتاح ليا، وعاد ان شاء الله نطلقها. هنا خديت الصينيه ديال الفران دهنتها بالزيت، وغادي نوضع فيها المسمنه ديالي هكا في الوسط كيف ما كتلاحظوا. صافي وغادي نطلقها، يعني غادي نطلقها مزيان مزيان بالكف ديال يدي حتى كتاخذ ليا القياس ديال الصينيه ديالي كامله. يعني كنبسطها مزيان باش ما كتجينيش غليظه منين طيب، حتى كتاخذ ليا القياس ديال الصينيه. يعني ملي تكونوا هكا كتبسطوه في هاد المسمنه ديالكم، شعلوا الفران خليوه يسخن، لان كتبغي الفران يكون سخون. صافي كطيبوها بالطريقه العاديه. بالنسبه للفرن ديال الغاز، انا عندي الفران ديال الغاز، غادي نشعل ليها من التحت، كنخليها حتى كطيب. العافيه دائما كتكون مهيله حتى كنلاحظ انها طابت وتحمرت ليها كامل التحت ومع الجنيبات. صافي كنولي كنشعل ليها من الفوق باش كتحمر وكنخرجها. صافي هنا من بعد ما طلقتها كيف ما كتلاحظوا، غادي ندوز هنا باش غادي ندهنها بصفار بيضاء اللي كنكون زدت معها قطرات من الخل، وزدت لها واحد شويه ديال التحميره هكا باش كتعطينا واحد اللون اللي زوين محمر لهاد المسمنه هادي. كندهنها مزيان. صافي اخواتي ملي غادي نسالي غادي ندخلها الفران طيب. غير خليكم معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي كتجي. هنا من بعد ما دخلت المسمنه ديالي طيب دخلتها للفران، خليتها حتى غادي طيب على خاطرها. وهنايا قلت ما حد باقي الحال، وليداتي باقيين ناعسين، يعني راه كفاني الوقت. قلت بعدا ندوز نشرم لهاد الستيكات هادو ديال لادانت اللي عندي، كانوا عندي من قبل في الفريغو وجبتهم حتى طلقوا ليا. غادي ندوز هنايا باش غادي نشرم لهم. خديت واحد الزليفه كبيره كنوضع فيها العطريه، درت شويه الملحه، غادي ندير شويه الابزار وشويه ديال الخرقوم، تقريبا غير نص معلقه صغيره من كل حاجه. وغادي نزيد ايضا حتى شويه ديال التحميره، غادي نزيد حتى القزبر معدنوس. هنا في الاخير غادي نعصروا غير واحد هكا نصف ليمونه، غير واحد شويه. هنا غادي نزيد شويه ديال الماء، غير واحد شويه، غير كنشيل ديك الزليفه هذيك اللي كانت واضعه فيها الربيع. صافي وغادي نخلط مزيان بهذه الطريقه هذه. انا كناخذ هذا الستيك هذا ديال لادانت، غادي نشرمو الماء بهذه الطريقه. الصراحه هاد الشرموله هذه كتعطيهم واحد المذاق اللي زوين، كيجيو بنانين. بالنسبه لكم نتوما لما كنتوش كتبغيو هكا الشرموله، ممكن ديروا لهم غير الملحه والابزار وشويه ديال الحامض اولا الخل، صافي وكتخليهم حتى هكا كتيجيو زوينين الصراحه. وفي الاخير كتضيفوا لهم واحد شويه الزعتر، كيجيو صراحه لذاذين. فبالنسبه لي انا هاد الكميه هذه كانت بقات ليا في المجمد، قلت ندير لها شرموله، لانني لان كان فايت لي واحد الكميه كانت عندي، كنت ضفت لها غير الملحه والابزار وشويه د الخل. فقلت هاد المره هذه ننوع، نشرم لهم هكا بهذه الطريقه. وغادي نخليهم في هاد الشرموله حتى كيرقدوا ليا مزيان وكيتشربوا ليا هاد الشرموله. وبالنسبه لهاد الستيكات هادو غادي نرافقهم غير ببيضه مشرمله، فغادي ما غاديش ندير معاهم شي حاجه اللي كثيره. خديت انا واحد كاسرونه صغيره، درت فيها مطيشه قطعتها كمربعات اللي كتكون صغيره، زدت معاها الربيع، قزبر معدنوس، شويه الخرقوم، شويه التحميره، شويه الابزار، الملحه، شويه الزيت. صافي وغادي نخلي هاد العطريه هذه وهاد الشرموله حتى كتشحر ليا مزيان. كنزيد ليها غير واحد شويه د الماء، غير واحد نص كاس، حتى كتقلى ليا مزيان هاد العطريه هذه مع مطيشه مع الربيع كيف ما كتلاحظوا. هنا صافي من بعد ما تقلات ليا هاد العطريه هذه غادي نحرك واحد شويه. وهنا غادي نزيد ليها بطاطا. بالنسبه للبطاطا انا كنقطع هنايا مكعبات اللي كتكون شويه صغيره. بالنسبه للماء غادي نضيف غير 2 كيسان. كيف كتعرفوا ان البطاطا راه دغيا كطيب، باش ما كتهراش ليكم هكا اولا كتعجن. غادي نزيد غير 2 كويسات ديال الماء وغادي نغلق عليها، وغادي نخلي البطيطه ديالي حتى كطيب على خاطرها. هنا صافي اخواتي المسمنه ديالي من بعد ما حليت عليها الفران لقيتها طابت، شعلت عليها من الفوق خليتها تحمر وخرجتها باش نقدمها لكم. هنا كيف كتلاحظوا الشكل ديالها تيكون هذا هو الشكل ديالها كيف كتجي صراحه، كتجي رائعه، كتجي محمره في اللون ديالها. هنا راه باقا سخونه، يلا كي خرجتها ما خيتهاش نهائيا تبرد. غادي ندوز نقسم معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كي كيجي. يعني راني ما صبرتش عليها ما خيتهاش نهائيا تبرد، باش ان شاء الله ندوز نفيق وليداتي ونحضر لهم فطور نفطروا كاملين مجموعين.
غير بغيت هكا نشارك معكم الشكل ديال الملويه كي كيجي من الداخل. صافي هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا، هنايا عرفتي حرقاتني في يدي، ما قديتش نهائيا نقصها، غير كنبغي هكا نقطع معكم، كتحرقني في يدي. الزربه يا خيتي وما دير، عرفتي صراحه كتجي خطيره في المذاق، كتجي رائعه. شوفوا الشكل ديالها من الداخل، كتجي مرقه، ما كتجيش نهائيا فيها اللبابه او لا غليظه او لا هكا معجنه. صراحه كتجي بنينه بنينه، صدقوني كتجي روعه ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم فعلا تجربوها وتردوا عليا في التعليق كي جاتكم. غادي نحط منها هكا شويه للفطور لوليداتي يفطروا بها مع بريداتاي، وشويه ديال الفرماج، شويه ديال الزبيته وزبيت هكا والزيتون، وشويه ديال الكومير. صافي هذا هو الفطير ديالنا البسيط والمتواضع، وداكشي اللي بقى ليا نخليه حتى الكاسكروط. وهنا جيت لهاد المعينات هادو ديال الفطور بعد ما فطرنا انا وليداتي. راجلي ما كاينش، مشى للخدمه في الصباح بكري. فطرنا بداكشي اللي قسم الله. صافي جمعت الطبيله، هنا غادي ندوز نغسل هاد المعينات هادو ديال الفطور وان شاء الله صافي. بالنسبه للدار ما سيقتش صراحه اليوم، لان باقا نقيه. دوز غير واحد الشطيبه خفيفه هكا للبيت ديال الكلاس فين تنجلسو، وجمعته ودوز واحد الشطيبه خفيفه هكا للسيجور والمرح ديال الدار. صافي غير واحد التدويزه خفيفه لان الضربه عندي باقا نقيه. ودرت هاد المينات هادو قلت نغسلهم من الاول نحيدهم عليا بيد ما تجي عاوتاني الوقيته ديال الغدا نحطو عاوتاني نتغداو ان شاء الله. اليوم منين فقت بكري يعني حسيت بواحد الطاقه اللي ايجابيه، بواحد الاحساس اللي زوين. حسن هكا من النهار اللي كنصبح ناعسه، يعني كنفيق معطله، يعني كيتخربق ليا النهار، ما كنعرف منين نبدا. الشغل كله كيتراكم، كلشي كيتجمع. كتجي العشيه كنكون باقا محشيه في الكوزينه، مازال ما ساليت. ماشي بحال اللي كتفيقي في الصباح كتقضي يعني شغال كاملين. بالنسبه لهنا لهاد الساعه هادي فين كنغسل انا المعينات راها 11:30، يعني على 12 كنت صافي ساليت. حضرت المسمنه ديالي اللي غادي ان شاء الله نتناولوها في الكاسكروط، وجمعت الدويره ديالي جميعه خفيفه. فطرنا انا وليداتي، غسلت المعينات. الغديوه ديالي هكا على الطيب. صافي يعني كيبقى لك الوقيت في العشيه كتجلسي فيه كترتاحي كتشوفي وليداتك شنو خاصهم. هكا كنتي غتخرجي شي بليصه كتخرجي، يعني كيبقى لك النهار في يديك. الصراحه الفياق بكري لا تعودتو عليه، يعني غير نهار اولا يومين اولا 3 ايام صافي يعني كتولفوا ما كتقدوش تصبحوا ناعسين. صراحه حتى الحياه ديالنا كتنظم. غندوز هكا نجمع واحد الجميعه خفيفه لهاد البوطاجي ديالي. كيف ضروري كيف كتعرفوا حنايا ضروري منين كنغسلوا المعينات كندوزو هكا واحد الحكه اللي خفيفه على البوطاجي ديالنا، على لافابو، على الماء، على هكا على الروبيني حتى هو ما كنساوهش. صافي غادي نسالي غادي نجمع وغادي نمشي خيت نجلس شي واحد شويه نرتاح حتى تجي الوقيته ديال الغدا. عاد ندوز ان شاء الله نحط لهم الغديوه اللي شاركت معكم قبيله. وهنايا الغدا ديالنا تيكون هو هذا. من بعد ما كتكون البطيطه ديالي يعني خليتها حتى تشربات ليا مزيان، ما خليتش فيها نهائيا المريقه. وبالنسبه لدوك ستيكات ديال اللادانت اللي شرملت قبيله معكم، فخليتهم هكا حتى رقدوا ليا مزيان، وخليت حتى طابت ليا بطاطا باش كيبقى هكا كيبقاو سخان وكتناولوهم هكا سخانين، حسن ما كتقدموهم باردين. قليتهم. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديالهم ما شاركتهاش معكم الصراحه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. خديت هكا غير واحد المقيله درت فيها معلقه ديال الزيت. بالنسبه للزيت ما كنكثرش، تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت صافي، ما زدتش عليها نهائيا. وكنصوطيهم في ديك الزويته كيجيو بحال مشويين في الفران اولا هكا مشويين فوق النافخ. الصراحه كيجيو بنانين، ما كتجيش فيهم نهائيا حتى شي قطره الزيت. كنتمنى اخواتي ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكيف العاده الا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. وما بقى لي نقول لكم غير الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع روتين جديد ونهار جديد. خلي لكم الراحه، الى اللقاء.